بُص، هو ممكن الكلام اللي هاقوله لك ده يزعّل شوية، بس دي حقيقة ولازم تعرفها. أنت متوسط أكتر 5 أشخاص بتقضّي وقتك معاهم، يعني لو بتقضّي وقتك مع ناس متفائلين وبيحبّوا ينجحوا، غالبًا هتلاقي نَفْسك بتتأثّر بيهم وتفكّر زيّهم، ولو بتقضّي وقتك مع ناس دايمًا مُحبطين وسلبيين أو حتى تافهين، هتلاقي ده بينعكس عليك بشكل أو بآخر. الناس اللي حواليك ليهم تأثير كبير على طريقة تفكيرك، تصرفاتك وحتى قراراتك، علشان كده مهم تختار صح مين اللي بتسمح لهم يكونوا قريبين منك. خد لحظة وفكر مين أكتر 5 أشخاص بتقضي وقتك معاهم، واسأل نفسك هل وجودهم حواليك بيفيدك ولا بيأثر عليك بشكل سلبي. بص، هو في الآخر البيئة اللي انت فيها بتلعب دور كبير في حياتك، فحاول دايما تختار الناس اللي بتدعمك وبتشجعك ان انت تكون أفضل نسخة من نفسك. اسأل نفسك سؤال، لو فضلت زي ما انت مع نفس الناس هتبقى فين بعد سنة، بعد 5 سنين، بعد 10 سنين؟ ولو قررت تغير دايرة علاقاتك ممكن حياتك تتغير ازاي؟ بص، لو مستقبلك يهمك فانت كده كده لازم تاخد قرارات كتير، اهمها مين الناس اللي حواليك. اختار صح.